معلش بقى يا جماعة سهرناكم معانا يعني. حفلة أهداف النهاردة كانت في استاد القاهرة، عادي خد تعالى عايز تجيب جون تعالى العب النهاردة، بنجيب حفلة في حفلة بنوزع أهداف، خش يلا هات جون. ده السهرة طالت موسم كبير يعني، موسم طويل، موسم استثنائي في حوارات كتير، ولكن للدوري بطل واحد اسمه النادي الأهلي. ألف مبروك فوز النادي الأهلي باللقب 45 في تاريخه الثالث على التوالي. عايز أقول لك على حاجة، هو النادي الأهلي مش بياخد الدوري، النادي الأهلي بيحتفظ بالدوري عنده. اوعى فرحتك بالدوري 45 تنسيك اللي بيراميدز كان بيعمله في استاد الدفاع الجوي دول، يا جماعه خلاص راحت منهم خالص، دول بيحتفلوا بالدوري هم كمان. الكل طبعا زي ما احنا متعودين يعني، كله بيعيش الوهم، عادي خالص عيش الوهم ان انت البطل وكل حاجه، ولكن في الاخر خالص النادي الاهلي بطل للدوري. رباعيه وسام ابو علي، هدف الخامس حسين الشحات، ادب حسين الشحات في التعامل مع امام عاشور. بص قد ايه اللعيبه دي كلها بتحب بعض يا جماعه. كوره الهدف السادس حسين الشحات يحط هدف سادس عادي جدا، ولكن علشان امام عاشور يحافظ على صداره هدافي الدوري برصيد 13 هدف حتى الان، في انتظار بقى مباراه البنك الاهلي وانتظار مباراه الزمالك عشان اسامه فيصل وناصر منسي. ولكن باذن الله باذن الله زي ما الاهلي حسم الدوري بعد عودة من بعيد، إمام عاشور يحصد هداف الدوري. وسام ابو علي تقريبا افتكر ان هو هداف النهارده، عارف انت اللي هو ايه ده، انتوا بتنافسوا على هداف الدوري السنه دي من غيري؟ لا يلا بينا، 4 اهداف كل هدف اجمل من التاني. اشرف بن شرقي الغزاله كانت رايقه خالص 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 النهارده برغم التبديل، ولكن الغزاله بتاعت اشرف بن شرقي يعني من احسن مباريات اشرف بن شرقي مع النادي الاهلي في ال10 مباريات اللي لعبهم مع النادي الاهلي في بطوله الدوري. علي معلول وجمال علي معلول وجمال اسيست علي معلول اول ما ينزل، ويعني وداع علي معلول للجمهور، يعني عارف علي معلول بيعمل وداع للجمهور كأن الجمهور ماشي، فاهم حاجه؟ الجمهور هو اللي ماشي مش علي معلول هو اللي ماشي. فرحه اللعيبه وفرحه الجمهور ب عودة علي معلول مرة أخرى، وداع الجمهور وتحية الجمهور قبل المباراة وأثناء المباراة لحمزة علاء، يعرفك قد إيه الجمهور ده بيحب اللعيبة المخلصة جدا ليهم. وعلى الجانب الاخر ما تنساش برضو احمد السيد زيزو اللي الجمهور في اخر المباراه اولي 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 زيزو زيزو بيحتفلوا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. بس الصوره اللي جت بعد كده نزلت على السوشيال ميديا كلها اهي، بتاكد ان جمهور النادي الاهلي كان بينده على احمد السيد زيزو مجرد ما ارتبط اسمه بالنادي الاهلي، حصل على بطوله. يلا يا عم عقبال ما تيجي تلعب بقى. الف مبروك للنادي الاهلي، واللي بينتظر سقوط النادي الاهلي ده انت هتطول معانا بقى.